حمو، أنا أشفقت على المنتخب المصري يا أخي. الجمهور المغربي كله ضد المنتخب المصري. هو حصل إيه؟ بص، انا ما كنتش بتابع المباريات بتاع الدوري بتاع دوت اللي هي ايه اسمها ايه دي؟ دوره افريقيا ديت. تمام، أيوه. تابعت اخر مباراتين اللي هما مباراه للمغرب لما كنا معاك. كان مع مين؟ مع الكاميرون لما لما. شجعت زامبيا. لا مش زامبيا، كان الكاميرون اللي هم مين اللي كان بياكل بتاع ده قرود. قرود. هم الكاميرون. اه و... وانا قلت لك انا كنت عارف ان المغرب، انا عارف ان المغرب هتكسب، لان المغرب انا على معلوماتي من زمان ان هي المغرب والجزائر وتونس من احسن فرق في افريقيا. طيب لماذا الجمهور المصري المغربي يعني شجع ضدكم؟ انا ما اعرفش، انا سمعت على النت لا كده لا في ناس لا، شجعوا بيقولوا ضدكم بكل حماس. امتى بقى شجعوا امتى ضدنا؟ شجعوا نيجيريا على الدور لان الثاني والثالث والرابع. لان كان في، انا سمعت ان في المطوشه الاولانيه ان كان الجمهور المغربي بيخش وبيشجع الفريق المصري، وده طبيعي. انت سمعت انه محمد صلاح ضيع ضربة الجزاء اه ومرموش. سمع، ما انا شفت امبارح تعرف السبب مين؟ مين؟ الجمهور المغربي. طب والجمهور المغربي ده ذنبه ايه كان يصفر اربكوهم. لا يعني الاداء السيء اللي هو حتى في الماتش اللي فات ده نقدر بنحاول نعمل اي عذر ان نرميه على اي حد، ما انا جمهور مغربي او جمهور ياباني او افغانستاني. اولا بص، اي اي جمهور ليه حق ان يشجع الفريق اللي يعجبه. صح. دي حاجه. لكن الحاجه التانية يعني العرف اللي جاري ان احنا مثلا بنشجع الفرقه العربيه واللي هي بتلعب مثلا قصاد او امام اي فرقه تانية. فانا يعني ما عنديش شك ان الجمهور المغربي كان بيشجع ضد الفريق المصري، لان انا سمعت ان في المباراه الاولانيه كان الجمهور المغربي بيشجع الفريق المصري. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا اعتقد البلبله اللي حصلت المدرب الماتشين بتاعكم. الاخر بسبب المدرب، لان انا شفت حاجات والدنيا مقلوبه على النت والتصريحات بتاعته. ايوه. وده بيحاول يغطي فشله في ايه، في اي عذره او اي حاجه، يقول لك ايه، لا اصل الجمهور المغربي كان بيشجعنا. انت وده ايه علاقته بالاداء؟ حتى لو ده صحيح، حتى لو ده صحيح، وانا اشك في ذلك، حتى لو ده صحيح، ايه علاقته ده باداء الفريق؟ انت اصلا الناس ما عملتش اي حاجه. حتى ماتش الساحل العاج لما انت كسبت ده كان كده، وانا قلتها لك لو تفتكر لما كنا بنتفرج قلت لك دي حلاوه روح، ده هي بس كده هوت، لان كان ادائهم زفت من البدايه. ما كانش فيه. وانا انا مش مقتنع بالكره في مصر ولا بتاع ولا اي حاجه من سنين، ولا بتابع حتى الكره يا العربيه راجل. ولا المصريه بخص. والله العظيم. حتى صلاح. صلاح ايه؟ انت عارف رايي في صلاح؟ انا رايي في صلاح، انا بقول لك صلاح هديك بقى رايي. صلاح انا في رايي ان هو الاول 3 4 سنين كان بيلعب كويس جدا، فانا في اعتقادي ان كان لاعب عادي، بس توفيق من عند ربنا انطلق. لان ربنا ما بيحب واحد او عايز يوفق واحد خلاص مش محتاج اي بقى ايه اي حاجه. لكن كموهوب انا مش ما بعتبروش لاعب موهوب، ولا بعتبره ان هو من مصاف زي ما الناس بتعتقد، وخاصه المصريين او بعض العرب ان هو ايه من ضمن اعظم لاعبي العالم. لا 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 لا، في كتير جدا احسن منه، واحنا شفناه حتى. والفتره الاخيره مستواه بقى له كام سنه كده مستواه صفر، زي ما انت صفر، تحت الصفر كمان. وفي الدوره الافريقيه ادينا شفنا الفريق لماذا تقلل من شأن هذا انا ما المصري؟ بقللش، لان انا قلت لك انا مش شايف ان الفريق المصري او الكره المصريه على المستوى زي الفرق التانية. يعني كل الفرق التانية بتاعت، على فكرة في فرق افريقيا ديت لو تاخد بالك كان في فرق ما كانتش ليها في الكوره خالص. شوف دلوقتي بقوا ما شاء الله كلهم، يعني كل الدول تقدمت في الكوره الا مصر، لان احنا المنظومه غلط. ماذا ينقصكم؟ المنظومه بقى غلط، لان اللعيبه اللي انت ماذا بتشوفهم تقصد دول، بالمنظومة؟ معظم اللعيبه اللي انت بتشوفهم دول مش لعيبه موهوبه، دول كلهم متاخدين بالوسائط. بالوساطة. كلهم بيخشوا الانديه زي ما انت، ده يعرف فلان ده يعرف علان ومش عارف إيه. عشان كده الكوره في مصر حالها متبهدل. كان زمان اللعيبه بتاعت كان زمان، لكن دلوقتي بقى لها سنين كلها بالوسائط، يعني حتى الكوره بالوسائط. يعني ممكن واحد يدخل في المنتخب والله بالوساطة. ولا ليه في الكوره ولا ليه في اي حاجه، وبيخش كده وبعد كده العمليه ايه اهو يتعلم له لعبتين ثلاثه. لكن على مستوى كلاعيبه مثلا موهوبه وفعلا بتعمل. هتقولي ربما حد يتساءل يقول لك ايه، طب ما احنا عندنا نتائج واخدين كاس افريقيا مش عارف 70 مره ومش عارف والنتائج بتاعتنا. انا ما بعترفش بالنتائج وبالكلام ده. حتى لما بيجي الناس بتيجي تتكلم على صلاح انا بقول لك ايه،
انا بقول لك انا يعني الارقام ما باخدش بالارقام والكلام ده كله، ده ليه؟ اعتبار. ليه ما تفهم؟ لان الموهوب موهوب، بيبان ده مش موهوب. الفريق المصري فرقه تعبانه. بص كل الفرق الافريقيه اللي بتاكل قرود ويفطروا بالقرود ويتعشوا بالتماسيح، بص دلوقتي بقوا ايه؟ بقوا في الكوره متقدمين جدا. ساحل العاج اديك شفت، واديك شفت حتى اللي هي لما كنا بنتفرج انا وانت، اسمها ايه دي، مالي ولا فلوسي مالي. ولا اسمها ايه، فلوسك مالي دي. ولا مالك؟ وبنين ومش عارف ايه، والدول دي كلها اتعملوا، والسنغال والمغرب والجزائر وتونس وكده، لكن مصر مفيش. لماذا هذه النظرة السوداوية يا حمود؟ مش النظرة السوداوية، أنا بقول لك أنا يعني عشان كده بقول لك هجرت الكورة في مصر، هجرت يعني. طيب أنا عايز أسألك سؤال. آه. المدرب المصري طلع يقول للناس بعد مباراة مصر مع السنغال إن أنتوا فراعنة. إيه دخل فرعون في الكاس أفريقيا؟ ده بقول لك أنا شخصيا حتى عارف إبراهيم حسن وبتاع والكلام دوت، ولا اسمه إيه دوت، ما أعرفش حسام حسن. أنا ما كنتش حتى بتابعه ولا حتى كنت أعرفه، يعني أنا عارفه كده بس كده الاسم، ما كنتش يعني بتابع لما كان بيلعب. ما اعرفش كان بيلعب في نادي ايه. محمد هتسيب الموزه محمد دلوقتي. اتكلم انت. نتكلم في الكوره وانت بص ايه ده ايه يا عم محمد ده كبير قوي. ايوه وبعدين ايه ده ده؟ انت الصغير ولا ده في واحد اكبر منه؟ هو اللي جايب موسى اكبر منه. انت عامل لي فيها محلل. لا مش محلل، دي حقيقه. الكوره على فكره انا متفق مع كل كلمه قالها حمو. لا احنا كان مستوانا ضعيف جدا. طب اضرب ده اول يا حمو. ما سد نفسي بقى. لا انا شايفها بس اصل احنا بنتكلم في الكوره وانت لحظه، انا عايز والله انا رايكم مهم جدا على فكره. لا طلع يقول نحن فراعنه. انا اولا ما دخل فرعون في الموضوع بالظبط يا عم. يعني زي ما حمو كان بيقول من شويه، بيقول هو فاشل وحاطط خطه فاشله خصوصا في اخر ماتشين، وطالع يقول اي كلام في اي كلام. واصل التحكيم، اصل الفندق الناموس. ايش حكايه الناموس هذه؟ هو الناموس ده بيقرص فين؟ بيقرص في الوش. لو قرص في اي حته ثانيه ايه اللي هتفرق كتير؟ لا هو يمكن قرصكم في رجلكم. انا عارف هو قرصه فين. يمكن قرصه في حته مش كويسه. ده يا عم ده قله ادب وكلام فاضي. والله تعتبروا انه قله ادب؟ طبعا لعلمك لما يطلع يقول داخل عليه هجوم. ده كل المصريين هجموه. انا بس امبارح بتفرج على النت شفت الفيديوهات. ايوه ده محمد انا حشيل الكاميرا وانت ضرب البنات. كله هجمه، لان انت جاي بتداري اخطائك وفشلك في تقول لي في ناموس وفي البتاع دوت والفراعنه والمغرب بتشجع مين طب ما يمكن حتى لو المغرب شجعت في الماتش الاخير، طب ما يمكن ايه من التصريحات بتاعتك اللي هي الاستفزازيه وقله الادب. اعتقد لان مش هي دي طبع المغرب. ما انا لو ما كنتش رحت المغرب ما كنت ممكن اصدق الكلام اللي بيتقال ده كله. لكن احنا رحنا وانا رحت مرتين، يعني كان ليا الحظ ان انا اروح مرتين وشفت ناس محترمه جدا، بلد نظيفه جدا. ودي كان رأينا من أول يوم رحنا فيه المغرب. أنا انبهرت. أنا شفت أنا يعني قلت لا المغرب دي مش ممكن. يعني أنا ما كنتش متصورها كده، لأن كان ليا صديق أتذكر راح زار المغرب زمان من فترة، قال لي لا كانت أيام بقى ما كانت لسه بقى، قال لي المغرب يعني تعبانة وعادية ومش ما كانتش حلوة. في خلال ال20 سنة الأخرى انطلقت حاجة. طيب هو مش كلام أنا، كلام كل الناس. حسام حسن قال عبارة محترمة جدا. العبارة أنا عايز يفسرها لي واحد مصري. أنتوا أحسن من أفسر لك أبوها. قول لي إيه؟ قال لي أيوة. قال مصر بعبع أفريقيا. بابا لأن بابا بص الأستاذ بعبع دوت ده إيه؟ ده زيه زي بعض المصريين للأسف لا زالوا، وزي ما هم آراء بتاعت محمد صلاح وكده، إن هم لا زالوا بيعملوا إيه؟ على الأرقام. الارقام دي عمرها ما كانت مقياس للنجاح او بتاع. ما انا قلت لك في ممكن بحظ، لكن ككوره في مصر ما دخل البعبع اللي هي ايه عشان ان مصر خدت بتاع دوت دوري افريقيا ولا كاس افريقيا 7 مرات ولا ما اعرفش ايه. ده مش مقياس. طيب ما دخل البعبع هنا؟ ما هو بابا يعني احنا ايه؟ يعني الفريق المصري بيخوف كل الدول او الفرق الافريقيه، يعني كلهم بيخافوا منه. يعني بيجوا عند الفريق المصري وبيخاف. طب فين البعبع ده؟
طب ما انت في ماتش اسمه ايه دوت اللي هو اللي قبل دوت اللي هو بتاع السنغال، قبل السنغال كان مين؟ الساحل العاج. لا ده كسبوا اللي هو السنغال. هو ده اللي عملت ايه؟ فين البعبع بتاعه؟ ولا بعبع ولا فرعنه. ده انت بنفسك شفت، كنا قاعدين هنا انا بقيت هتجنن. انا ما شفتش فريق ولا كان في خطه. يا عم اسعد، مفيش ماتش يعني نادر قوي ما تلاقي ماتش خصوصا السيمي فاينال اللي انت مفيش شوطه على الجون. الشوطه الوحيده اللي شوطناها على الجون كانت في الدقيقه 94 في الدقيقه الوقت الضائع. يعني انت لو بتلاعب مش عايز استغفر، لو بتلاعب معيز كانت المعيز شاطت اكتر من كده. ده انا في واحد تعرف ايش قال واحد يمني؟ لحظه حمو، اتفضل. قال والله انه لدرجه انه حارس السنغال لو ذهب الى التسوق وعاد الى الجول لما دخل عليه جول. ده في خبر جديد. ده ام الحارس بتاع السنغال. ايوه بعتت اتصل بالشرطه قالت لهم انا ابني بيلعب في الماتش ومش شايفاه. ليه؟ انا في واحد سالني سؤال، انت عارف؟ لا في واحد سالني سؤال والله العظيم فعلا، قال لي تعرف تقول لي الحارس بتاع السنغال كان لابس ايه؟ انا سالتك. انا اقسم بالله فعلا صح. انا ما قدرتش اجاوب لان ما شفتهوش، لان اصلا ما نزلوش. انت بنفسك شفت لا بخطه ولا بلعب ولا اي حاجه خالص. وانا عديت لك حتى الكور اللي لمسها صلاح في الماتش، 3 كور والله ما غيرهم. شفت 3 كور منهم 2 رجعهم. يعني اصلا ما فيش. فانتوا بتداروا فشلكوا وخيبتكوا في ناموس وفلان شجعك والبعبع اللي عايز يشجعه والبعبع ومش البعبع. انت ما لعبتش ولا نازل بخطه ولا اي حاجه خالص، وانا اصلا ما كنتش مقتنع بيه كمدرب حتى، لا شكلا ولا موضوعا. يعني فبصراحه دي كانت بلبله. هل تعتقدوا ان يطردوه يقال ام سيبقى؟ دي هتبقى مصيبه لو كمل، لان احنا فاضل 5 شهور. هيكمل. دي هتبقى مصيبه لان فاضل 5 شهور على كاس العالم. انا عايز اعرف كارثه الفريق كله بالمنظومه دي كلها هتعمل ايه في كاس العالم. يبقى انا اعتقد ان هم هيطلعوا قبل ما يدخلوا. ممكن هيطلعوا قبل ما يدخلوا كاس العالم. انا اؤكد لك ان هم يعني ممكن حتى هيرجعوا، يعني هيتغلبوا في المجال الجوي بتاع الطياره. يعني مش ممكن، لان انت مش سريع حبيبي. دي الحقيقه خلينا نبقى واقعيين. ما انتوا قعدتوا تنفخوا في اسمه ايه ده، في صلاح وفلان واحسن واحد في العالم. فين احسن واحد في العالم؟ انت بنفسك شفت. لا ما عملش بربع. انا حمونا مثلك صلاح ده انا اقسم لك بالله ما بلعته خالص. قبل ما انسى بقى في حاجه مهمه. عمر مرموش احسن منه. لا عمر مرموش احسن بكتير. عمر مرموش موهوب بغض النظر عن ويقاتل مسكين. بالظبط، بغض النظر عن البنالتي اللي هو ضيعه. لكن عمر مرموش انا اقول لك في الفريق كله يمكن 1 ولا 2 بس في الفريق المصري. غير كده انا مش مقتنع. طبعا انا مش مقتنع زي ما قلت لك بصلاح ولا بتاع ولا الكلام الفاضي ده. انا بس مهمني حاجه مهمه جدا، وانا بقولها كده مش بتاع دوت، مش عمليه مدح او مجامل لا او بتاع ما اعرفش. الفريق المغربي ما شفناه في ماتش اللي هو كان مع مين؟ مع كاميرون. لا الاخير ده كان مع مين؟ مع نيجيريا. اقسم بالله وانا بتوقع حبسوا انفاسنا يعني. لا ده فريق خرافه وكله ما فيش ولا واحد ما قدمش يعني مجهود رائع. واكتر واحد عجبني بس انا ناسي اسمه، اللي هو اللي بيلعب في الوينج الشمال ده، قصير هو شويه، مش عارف اسمه ايه كده، الزلزولي. ده انا في رايي ده كان احسن واحد في الفريق. الوينج الشمالي والزلزولي. رغم ان شوف انت اقل جسما وكان بص يا حمو شوف اقل جسما وكان بيقاتل ازاي. ومع اللي بتوع نيجيريا دول شايف انت 4 متر طول و4 متر عرض، وكان بيقاوح معاهم ومهارات ولاعيبه. وكل بصراحه الكل فريق لعب يعني بصراحه حاجه ممتازه. لكن هناك فخر للعرب ان المغرب وصلت للنهائي، وانا متاكد وعلى يقين باذن الله ان المغرب هتاخد النهائي. انا بقول لك هتكسب ماتش النهارده باذن الله. ودول بقول لك باذن الله ان شاء الله. المؤمن ده مؤمن. ماشي يا شيخ حمو. انا وبعدين انا بقولها مش انا بقولها بناء على معطيات. بناء على ايه؟ على ان المغرب فرقه من احسن، يكفي ان هي احسن فرقه عربيه في الدوره دي شفتها. لكن هناك كولسه يا حمو. هناك ايه؟ كولسه. ايه كوسه يعني؟ كولسه. ايه دي مين دي؟ ايه كولسه دي؟ في المغرب.
يعني ايه ايه كولسه؟ هل تعرف كولسه؟ المنتخب المغربي يكولس. مش فاهمين يعني ايه. يعني ايه كولسه؟ ما تعرفش الكولسه؟ كوسه كوسه كوسة ايه حمو؟ كيسه وخيار وفقوس. كولسه. طب ما تقول امها يعني ايه؟ قول يعني يعني ايه مش مستحيل انت ما تعرفش الكولسه. لا لانه الكولسه انتم المصريين مبدعين فيها. انت فاهم حاجه؟ انا عايز اعرف ايه هي كولسه بيشتغل. انا اعرف قول يا كوسه، عم الكولسة اعرف إيه؟ كوسه، اعرف بطاطس، اعرف طماطم. ما معنى خيار. كولسه؟ كولسه مأخوذه من كواليس. كواليس. ايوه انت تقصد ايه بقى على المغرب؟ يعني إيه؟ لما ياتي لك واحد يقول لك في كولسه، يعني في امور تدور خلف الكواليس، ايش معناته في خلف الكواليس. لا انا شفت المغرب فنيا لا، وتكتيكياً مدربكم هو قال كده. لا ده قال في قلت لك كولسة. ده بيداري فشله. هو كان ماتش واحد اللي عملوا عليه مهرجان، وانا حتى قلتها ساعتها، قلت لك دي حلاوه الروح اللي هو ماتش الايه بتاع بنين. ساحل العاج وبنين. ادي وانا ما شفتش بتاع بنين، وانا ما شفتش لان قلت لك انا ما بتابعش، انا بس جت في الاخر. بنين أنا ما ده شفت. يا نوع محمد، عيش. ايه بنين؟ وفي بلد اسمها بنين دلوقتي. بنين وبنات. منين منين بنين. بنين مش منين. منين ماشي حالك. يا احمد انا ملاحظ حاجه بربما يأيدني محمد فيها. يا اخي ما عندكش حس وطني انت. لا دي مالهاش علاقه بالوطنيه خالص، لان بالعكس ده انا كده عندي حس وطني. عارف ليه؟ لان انا ما بجاملش وما بعملش عشان مثلا ايه فريق مصر. انا شايف فريق منيل بنيله، يعني هيبقى فين الحس الوطني او اللي هيخليني اقول دول كويسين؟ طب انا مش شايفهم كويسين. انا ده بقالنا سنين على كده قلت لك الجيل بتاع زمان يختلف، كان احسن ايام بتاع حسن شحاته ومش عارف ايه وجعفر والناس دي. محمد عنده وطنيه. واسمه ده ابو تريكه، رغم ان انا ما شفتش ابو تريكه، بس قالوا لي ده حاجه ادب واخلاق وبتاع وكل حاجه. بمناسبه ابو تريكه، ليه ابو تريكه واحد محترم زي ده ما يمسكش هو المنتخب مثلا؟ صح. والله صح يا اخي. انا عندي ابو تريكه يدرب، انما انا قلت لك ده انا بيفهم كوره انا واخلاق ومحترم والله صح. وكل حاجه. بس بالظبط كده. لما تسال ناس كتير بتسال ليه مش بيفهم. ده راجل لعيب يعني فاهم. ايوه يعني فعلا ده كان ما شاء الله. طيب انت شككت في وطنيه حمو على اي اساس؟ لا حمو شويه يعني عشان انت عارف اكتر واحد بينقد البلد وينقد اي حاجه في البلد، ده بيبقى اكتر واحد بيحب البلد. يعني حمو وطني. يعني حمو اكتر وطنيه مني ومن اي حد، لان هو اكتر واحد ناقم على اللي بيحصل، لان عايز برضه يبقى احسن بالبلد في العالم. جاب لك محمد. ايوه شكرا يا محمد. يا سلام. محمد لخص دي حقيقه بالظبط كده. انا كمان زيه دايما اقول لك نطلع العيوب وكده، لان عايزينها تتحسن وتبقى احسن من كده. لكن الناس اللي تلاقيه بقى تقعد تجامل وكده، دول يعني ايه عاملين بس ظاهريا ان هم ايه وطنيين. وطنيين. ايه علاقه دول وطنجيه؟ انت تشوف الغلط وساكت عليه، او لو وحش قول ده وحش، حلو قول ده وحش. يعني انت تنتقد من دافع الغيره على مصر؟ طبعا. قول والله. والله. والمغرب لو كانت شكلك مش انا وطني. كنت هقول لك وحشه على سبيل المثال. انا لما شفتها في الماتش اللي فات ده بتاع السنغال، بتاع مين يا حمو معلش؟ نيجيريا. كنت هقول لك لا ما لعبوش. يعني انا لما شفت ماتش مثلا الجزائر وتونس وبتاع ما كانش على المستوى، لان مشكله الجزائر بتلعب كويس جدا، هي بس عيبها فيها كان فيها عيب ان هم عنيفين في الكوره شويه، والعنف ده بيخليك تفقد التركيز في الكوره. انا دايما اقول ايه، انت بتلعب كويس العب على الكوره، يعني مش بالعنف، وده هيخليك. لكن لكن المغرب انا شفت ما فيش واحد في فرقه المغرب لعب وحش في ماتش نيجيريا. جيب لي مين؟ الناموس. الناموس ده هو الذي شوف انتو دائما انتو البعوضه. النمرود هذاك اللي دخلت في ودنه. لا مش في ودنه، من مناخيره. في مناخيره تقريبا حاجه بعوضه. ايه مناخيره دي؟ بلاش بقول الانف، بلاش الكلمه. ايه ده؟ ايه القرف بتاعك؟ ما انتوا تقولوا كده يا عمي عيب يا اخي، عيب. ايه العيب يعني؟ ودائما البعوض تلاحقكم. هو بص هقول لك حاجه، انا قلت لك في البدايه، قلت لك لو ما كنتش هل تفتخر بفرعون يا حمو؟ انا لو ما كنتش زرنا المغرب كنت ممكن اصدق الكلام دوت، مع اني برضو ده مش عذر عشان ليه دخل في الكوره وفي ادائك المنيل بنيله، لكن احنا رحنا وشفنا من انظف الدول العربيه المغرب. انا مش بقولها كده اقسم بالله بنفخ في المغرب ولا بتاع. انا لو المغرب وحشه هقول وحشه، وانت عارفني كده ما يهمنيش، بس انا بقول لك لاني رحت وشفت
وانبهرنا كلنا. اخد بالك، فنادق محترمه جدا وشوارع نظيفه جدا، والشواطئ اللي هي اللي هتجنني اللي انا ما شفتهاش في اوروبا. قبل ده كله الشواطئ دي بقى اللي كانت، لان انا واحد في المدينه على الشاطئ وعارف وشايف، فلما شفت الشواطئ انبهرت. ما انت حمو اثناء تواجدك في المغرب ما فيش كده ناموسه قرصتك ولا عملت لك مشكله؟ هو الناموسه الوحيده اللي قرصتني هو انت. هي دي اكبر ناموسه، ودي بقى مش في الانف بقى ولا المراغيث زي ما انت بتقول، دي عملت لي صداع. غير كده كانت اخر نظافه واخر حلاوه، وبلد نظيفه جدا. حتى قول معايا المناطق الداخليه والحواري. انت دايما تتكلم عن البلد ونظافتها، وطبعا دي حاجه والناس محترمه جدا. ايوه لا ده امر مفهوم. ده مش كلام انا، أيوة. ده حتى كلام الناس التانية من الدول التانية، يقول لك شعب مضياف وشعب بتاع، ودي حقيقه. وبعدين احنا يعني مش محتاجين ان احنا نقول ان احنا شفنا بنفسنا. حمو هذا خذه مني. لا مش عايز. لا ضروري حمو. لا ما أقدر. لا انا كلت والله كلت يا عمي كل لا يا حبيبي كلت. حمو كل. لا هنصلي يا عم ما تمشوا يلا نمشي. وين الناس؟ قبل ما تقفل قفلت. لا لسه ما انا قفلتش. بس عايز اقول ايه، باذن الله المغرب هي اللي هتاخد الكاس. انا بقول لك دابا احنا وين رايحين دابا؟ رايحين نقابل اخواتنا وحبايبنا جماعه مغاربه في مانشستر. ونتفرج على الماتش مع كلنا بعض، وان شاء الله وان شاء الله المغرب هتكسب ان شاء الله. وانا على فكره قولوا مربوحه. وش مربوحه؟ قولي حمو مربوحه. ومين اللي هيلعب النهارده؟ المغرب ومين؟ المغرب ومين؟ وساحل العاج يا حبيبي. وساحل العاج. السنغال. انا هشجع السنغال.